وانت رايح تتعلم من شخص عنده العلم او الحكمة بتاعت ازاي هيوديك على المكان اللي انت عايز تروح له، هذا العملاق في الجزئية بتاعته، اوعى تقع في مطب انه قلبك يتعلق بهذا العملاق، ان هو المنجد، هو اللي في ايده المفاتيح اللي هتوصلك للجنة اللي بتدور عليها. هو عبد زيه زيك، هو غلبان زيه زيك على فكرة، بس هو عنده علم وحكمة وربنا اداله رحمة في حتة من الحياة، حتة من الحياة. لكن لو رحت تبص على بقية جوانب حياته او تسأله على اي حاجة تانية في حياته هتلاقيه متروق في حتة تانية. وعشان كده احنا كلنا محتاجين لبعض، انه انا شاطر في حاجة انت هتحتاجني فيها، انت شاطر في حاجة انا معرفش عنها اي حاجة هحتاجك فيها. فتفضل كده الحياة قايمة على فكرة التكامل، احنا محتاجين بعض، احنا بنكمل بعض. فاوعى قلبك يتعلق بعملاق انت راح تقف على كتفه. هو أداة، هو وسيلة ربنا يسرها لك وجابها في طريقك. اقف عندها، خد الخير وخد الحكمة وامشي في طريقك، لأنه طريقك في دروس خاصة ليك انت، في عضلات جاية تتقوى عندك انت، في رسائل جاية ليك انت. فلازم طول الوقت ده ياخدنا على النقطة اللي يمكن تكون الأخيرة، انه قلبك وعقلك دايما لازم يبقوا متعلقين بالله وحده سبحانه وتعالى، ان هو اللي هيفتح لك الأبواب، هو اللي هيهديك الصراط المستقيم.